المشاهدين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نشرة الأخبار نوافيكم بها من الفضائية الإريترية، والمستهلك المعتاد بأهم العناوين. إعلان من وزارة الصحة. جهود ناجحة لوزارة الزراعة لمكافحة دودة الحشد. تنفيذ برامج زراعية وبنية تحتية في أفعبت. بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بضربة جوية أمريكية. احتدام التوتر بين بكين وواشنطن حول زيارة محتملة لنانسي بولوسي لتايوان. وفصل توأمين برازيليين ملتصقين بمساعدة الواقع الافتراضي. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت اليوم في الإقليم الأوسط قد أظهرت إصابة 20 مواطن بفيروس كورونا، وكانت 4 من الإصابات من وسط المدينة و3 في جاجرت، وإصابتان في أخريا، وواحدة من كل من فيلاجو وقشت وبرجمة ودمبسنبل وعداق حموس وحزحز وسكنيتي. في غضون ذلك شفي 10 مرضى كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,074، شفي منهم 9,837 وتوفي 103، فيما يتلقى 134 مرضى الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 2 أغسطس لعام 2022. تقوم وزارة الزراعة بجهود ناجحة لمكافحة دودة الحشد من 18 من يوليو الماضي في أقاليم عنسبة والجنوبي والأوسط. وأوضح مسؤول مكافحة الآفات المترحلة في وزارة الزراعة سيد تدروس سيوم أن دودة الحشد انتشرت في مساحة حوالي 510 هكتار في مديريات عيلة برعد وقلب وحلحل في إقليم عنسبة، ومساحة 22 هكتار في مديرية مايمنة في الإقليم الجنوبي، ومساحة أكثر من 30 هكتار في مديريتي قال النفحي وبريخ، وكذلك ضاحية بيت مخاء في الإقليم الأوسط. وذكر السيطرة التامة على الآفة الزراعية التي انتشرت في المزارع والمراعي في إقليم عنسبة نتيجة الاستعدادات المسبقة وتوفير لوازم الإبادة من المعدات والمبيدات بتعاون الإدارات والشعب والجيش، بينما تستمر أعمال الإبادة في الإقليم الأوسط. وأشار إلى أن دودة الحشد من الآفات الزراعية التي تظهر في البلاد منذ القدم، وهي آفة زراعية خطيرة تحدث الأضرار الكبيرة في المزروعات، مناشدا الشعب والجهات الحكومية المعنية منحها الاهتمام الكبير لعدم زوال خطورتها حاليا. وذكرت وزارة الزراعة أن دودة الحشد ظهرت آخر مرة في البلاد قبل 5 سنوات، مناشدة المزارعين العمل باهتمام كبير وإبلاغ المؤسسات الحكومية القريبة منهم إذا ظهرت في مناطقهم مع الخريف الجيد. أقامت عضوات الاتحاد الوطني للمرأة فرع سويسرا حفل غداء لقوات الدفاع المتواجدة في مديرية شامبوكو. وقال قائد القيادة الغربية العميد إيوب في السهية في الحفل الذي شارك فيه كبار قادة قوات الدفاع وممثلو إدارة إقليم القاش بركة والاتحاد الوطني للمرأة، قال إن المرأة الإريترية أساس التصدي والانتصار، موضحا بأن مبادرة المرأة الإريترية في سويسرا ترفع المعنويات وتعكس مساهمة المرأة الإريترية في المهجر ضد العدائيات والوطن عامة ولقوات الدفاع خاصة رغم صعوبات حياة المهجر. وعربت مسؤولة فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في سويسرا سيدة رحاس تولده عن الارتياح لتمضية يوم كامل مع قوات الدفاع ممثلات لفرعهن، وهو حلم قد تحقق، مؤكدة الدعم لقوات الدفاع. وأوضحت مسؤولة الاتحاد الوطني للمرأة في إقليم القاش بركة سيدة حدقة يوهنس أن البرنامج جزء من الدعم الذي يقدمه الشعب الإريتري في الداخل والخارج، وخاصة المرأة لقوات الدفاع. وقال المدير العام لقسم الإدارة والمالية في إقليم القاش بركة سيد قبر سلاسي النقاش إن الحفل الترفيهي يعتبر نصرا آخرا لمنظميه، باعتباره يأتي مع تدشين مركز تدريب المرأة في تسني الذي شيده فرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية في سويسرا، ودعما معنويا لقوات الدفاع.
يحتفل في البلاد من الأول وحتى السابع من أغسطس بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية تحت شعار لنعمل لضمان الرضاعة الطبيعية. وفي المناسبة التي نظمت في مستشفى عداقة حمص على مستوى الأقليم الأوسط، أوضح المدير الطبي لقسم وزارة الصحة الدكتور مولوكيتا هايلي في الكلمة التي ألقاها، أوضح أهمية وفوائد الرضاعة الطبيعية وأهداف أسبوع الرضاعة الطبيعية، وقال إن الرضاعة الطبيعية في البلاد جيدة جدا، ومن المهم القيام بأنشطة التوعية للدفع بها. وذكر أن الرضاعة الطبيعية أفضل غذاء للطفل للنمو الجيد والتطور الجسدي وتقوية المناعة ومساعدة الجهاز الهضمي. وقدمت في المناسبة محاضرات من المهنيين حول الرضاعة الطبيعية وفوائد حليب الأم، كما وزعت الجوائز في السباقات التي نظمت بمناسبة الأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية. أفادت إدارة إقليم القاش بركة بأن العمل جار لتسيير أعمال الإحصاء وإدارة نظام المعلومات في المديريات لتقديم خدمات سريعة وجيدة. وأوضح مسؤول قسم الإحصاء ونظام المعلومات في الإقليم السيد دبساي منكستاب أن القسم يقدم خدمات السجل المدني وتغيير الإقامة وطبع وتقديم بطاقة الإقامة وجمع وتحليل المعلومات واستخراج شهادة الميلاد والوفاة والزواج والطلاق. وذكر بدء العمل المنظم منذ عام 2014 باكتساب تجارب الأقاليم الأخرى، مشيرا إلى أن خدمات السجل المدني وغيرها المقدمة بقدرات محدودة وغير ممركزة في مدن بارونتو وأغردات وتسني ستتوسع في 16 مديرية. وقال إن السجل المدني وبطاقة الإقامة لها أهمية كبيرة في الخدمات الإدارية والحياة الفردية والاجتماعية، ويجب تسجيل بياناتها. قيمت إدارة مديرية أفعبت البرامج المنفذة في النصف الأول من هذه السنة في الزراعة والبنية التحتية والمجالات الاجتماعية والاقتصادية. وأوضح مدير المديرية السيد أحمد محمد نور رجب في التقرير الذي قدمه في الاجتماع تنظيم أنشطة النفير لبناء وصيانة الحواجز المائية والمدرجات والطرق الترابية. وذكر بناء وصيانة الحفائر في جميع الضواحي لضمان توفير المياه للإنسان والحيوان وتحقيق نتائج جيدة من المبادرات الشعبية لتخفيف مشكلة مياه مدينة أفعبت. وأشار إلى تسيير جيد لأنشطة إصحاح البيئة، موضحا إصحاح 42 قرية لبيئتها بالكامل وتعمل 7 قرى لإكمال ذلك. ودعا الاجتماع للاهتمام لحل مشكلة مياه القرى البعيدة ومتابعة أسباب مقاطعة الطلاب للدراسة. يقوم الطلاب المشاركين في الحملة التنموية الصيفية بأنشطة فعالة لحماية التربة وحفظ المياه وإعداد حفر التشجير ورعاية الأشجار. وأوضح المشرفون على العمل أن الطلاب يقومون بإشراف خبراء الزراعة برعاية الأشجار وإعداد الحفر وبناء المدرجات في مساقط المياه والمدارس والمعابد ومكاتب المؤسسات الحكومية ومقبرة الشهداء. وأوضح ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في المديرية السيد برحي هبتم حفر 10,000 حفرة حتى الآن وبناء 2500 متر من المدرجات الحوضية والعناية ب27,000 شجرة. وذكر الطلاب استفادتهم المزدوجة من الحملة، مشيرين إلى جانب النفير الذي يقومون به تقدم لهم المحاضرات حول المواضيع الآنية من الاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم. يشارك في حملة الطلاب التنموية في مديرية أغردات هذه السنة 240 طالب. فازت إريتريا بميداليتين فضية وبرونزية في منافسات ألعاب القوى الدولية المنظمة في كالي الكولومبية. وفاز العداء مرهاوي مبرهتو بالفضية وهبتوم سامييل بالبرونزية في سباق 5,000 متر الذي جرى أمس. وفاز بالسباق العداء الإثيوبي يهوني أديسو قاطعا المسافة في 14 دقيقة و3 ثوان و5 أجزاء من الثانية. تنظم المنافسات الدولية لألعاب القوى تحت سن 20 من الأول وحتى 6 من أغسطس.
كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري قتل في ضربة أمريكية بأفغانستان في مطلع الأسبوع، وذلك في أكبر ضربة للتنظيم المتشدد منذ مقتل مؤسسه أسامة بن لادن في عام 2011. وأفاد مسؤولون أمريكيون بأن الولايات المتحدة نفذت غارة بطائرة مسيرة في العاصمة الأفغانية كابول يوم الأحد. في غضون ذلك، ذكر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين أن المخابرات الأمريكية حددت بثقة عالية من خلال مصادر متعددة أن القتيل هو الظواهري، وقتل في شرفة منزل آمن بكابول كان يقيم فيه مع أفراد آخرين من عائلته، ولم تقع إصابات أخرى. وقال بايدن إن الظواهري كان العقل المدبر أو لعب دورا رئيسيا في الهجمات على المدمرة الأمريكية كول وسفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا. وهجوم الطائرة المسيرة هو أول ضربة أمريكية معروفة داخل أفغانستان منذ مغادرة القوات والدبلوماسيين الأمريكيين البلاد في أغسطس من عام 2021. وجهت الصين تحذيرا مباشرا للولايات المتحدة، وأعلمتها بأنها ستدفع الثمن في حال زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بولوسي تايوان خلال جولتها الآسيوية. وحذرت الناطقة باسم الخارجية الصينية هو تشينغوينغ خلال إحاطة إعلامية دورية إن الجانب الأمريكي سيتحمل المسؤولية وسيدفع الثمن في حال المساس بمصالح الصين الأمنية السيادية. وتعتبر بكين تايوان جزءا من أراضيها التي يجب توحيدها وبالقوة إن اقتضى الأمر ذلك. وكانت حذرت واشنطن أكثر من مرة من عواقب قيام بيلوسي بزيارة الجزيرة التي ستكون قمة في الاستفزاز. وللتذكير، عادة ما يأتي مسؤولون أمريكيون إلى تايوان في زيارات تبقى بعيدة عن الأضواء بهدف التأكيد على دعم الجزيرة، غير أن بيلوسي ستكون أعلى مسؤول أمريكي يزور تايوان في التاريخ الحديث في حال قامت بهذه الزيارة. تم فصل توأمين برازيليين ملتصقي الرأس بنجاح بمساعدة تقنية الواقع الافتراضي. وخضع برناردو وآرثر ليما البالغان من العمر 3 سنوات لعمليات جراحية في ريو دي جانيرو بإشراف مستشفى جريت أورموند ستريت في لندن. وأمضت الفرق الطبية عدة أشهر في تجربة أساليب مستعينين بمجسمات واقع افتراضي للتوأمين تم تشكيلها باستخدام فحوصات التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي. وخضع التوأمان ل7 عمليات جراحية، واستغرقت العملية الأخيرة وحدها أكثر من 27 ساعة. وشارك في العمليات أكثر من 100 فرد من الأطقم الطبية. ويتعافى التوأمان بشكل جيد في المستشفى، وسيخضعان لفترة إعادة تأهيل لمدة 6 أشهر. في النبأ الأخير، لقي ما لا يقل عن 8 أشخاص مصرعهم بعد اندلاع حريق هائل في مستشفى خاص في مدينة جلبلور بولاية ماديا برادش الهندية. وقع الحادث حيث اندلع حريق في مستشفى نيو لايف متعدد التخصصات في منطقة تشاندال بهاتا بالمدينة. وبحسب المصادر فإن العدد الدقيق للمصابين لم يتضح بعد، ومن بين الوفيات 8 قد يكون 3 إلى 4 من موظفي المستشفى. وتم تشكيل لجنة للتحقيق في أسباب الحريق الذي يشتبه في أنه ناجم عن انفجار المولد الموجود في المستشفى. سيداتي سادتي، نذكر بالعناوين قبل ختام النشرة. إعلان من وزارة الصحة: جهود ناجحة لوزارة الزراعة لمكافحة دودة الحشد.
عضوات فرع الاتحاد الوطني للمرأة فرع سويسرا يحتفلن مع قوات الدفاع. بايدن يعلن مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة بضربة جوية أمريكية. احتدام التوتر بين بكين وواشنطن حول زيارة محتملة لنانسي بيلوسي لتايوان. وأخيرا فصل توأمين برازيليين ملتصقين بمساعدة الواقع الافتراضي. سيداتي سادتي، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. شكرا لكم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.